بس كويس يا حاج ان انت سمعت كلامي وجبت الواد وحيد هنا. هو برضه يبقى متاوي، بدل ما هو بره كده عمال يلوكلك في الكلام واحنا دماغنا مش ناقصه شوشره. صار يا ابني، دلال قالت لي نفس الكلام. بس احنا بقى عايزين الواد ده يبقى تحت عينينا اليومين دول بالذات يا حاج. طيب ما هو موجود في الفيلا وما بيخرجش منها. بس الجدع اللي اسمه ايهاب ده ما هو عمال يزن برضه على دماغه، والتاني اللي اسمه كمال ده اللي طالع لنا في البخت جديد. قصدك ايه؟ كنت بقول يعني ناخده معانا الوكاله، اهو يبقى تحت عينينا في البيت وتحت عينينا في الوكاله. عشان ايه يعني؟ يعني لغايه بس ما ناخد الورقه اللي ظهرت دي ونبقى نرميه في الشارع زي الكلاب ونخلص منه. تعرف ان عندك حق. طب بس خلينا نروح ميعاد الوزير ده وبعدين نتفاهم. ماشي. شوف لي ايه التليفون ده هاته. ده الحاج سعد خليل. حبيبي. الو، الحاج سعد خليل العظيم، وحشني. اهلا بيك. ما قلتليش انت ايه رايك في السمك والجمبري الصيني اللي بعتهولك؟ يا عيني عليك. تمام تمام، سمك صيني وجمبري صيني، انما ما يتكسرش ابدا. يا اخي الجماعه بتوع الصين دول عفاريت، ما خلوش حاجه ما عملوهاش.